دي طريقه جديده لصدور الفراخ، محشيه موتزاريلا وجبنه كريمي بالكريمه، بس طريقه بيرفكت. هنبدا اول حاجه بصدور الفراخ بتاعتنا. هنجيب صدر فرخه يكون كامل ونعمل فيه جيب بالسكينه من الحته التخينه كده عشان يتفتح فراشه معانا بالمنظر ده، او لو مش هنعرف نعمل كده هنطلب من بتاع الفراخ صدر فرخه يكون كامل ويفتحه لنا فراشه بالمنظر ده كده عشان نعرف نحشي فيه جواه الحشو اللي احنا هنعمله دلوقتي. هنجيب بقى عندنا اي بوله فاضيه وننزل فيها بكوبايه جبنه موتزاريلا وحوالي نص كوبايه جبنه شيدر مبشوره، وننزل عليهم بحبه زعتر مجفف وحبه بقدونس متقطع ناعم بالسكينه وحوالي معلقه ونص جبنه كريمي. ومعانا هنا خلطه توابل هنستخدمها في الوصفه كلها، هي عباره عن معلقه ملح، معلقه بابريكا، معلقه فلفل اسود، ونص معلقه توم باودر. هننزل برشه خفيفه قوي من التوابل دي هنا، ونميكس الكلام ده كله مع بعض كويس قوي بايدينا كده، ونجيب صدور الفراخ بتاعتنا ونبدا بقى نحشيها من جوه بالمنظر ده كده اهو، ونقفل عليها. هنبدا بقى في مرحله التقفيل. هنجيب خله السنان، هندخل كده ونطلعها من الاتجاه التاني اهو، هتبقى معانا بالشكل ده كده. وهنتبل الفراخ بتاعتنا بنفس التوابل اللي انا قلت لكم عليها في الاول. هنديها رشه من على الجنبين. هنجيب بقى عندنا اي طاسه، ويفضل تكون بتخش الفرن، او لو مش متاح مش مشكله ممكن نستخدم طاسه عاديه وبعد كده ننقل المكونات دي في اي صينيه تكون بتخش الفرن. هننزل بحبه زيت زيتون، وننزل بمكعب زبده، وننزل بقى بالفراخ بتاعتنا تاخد صدمه كده ولون جميل على الجنبين. هتقعد 3 دقايق على كل جنب بالكتير. بعد ما ادينا الفراخ بتاعتنا وش جميل كده، وطبعا الجبنه خرجت منها وباظت، بس مش كلها يعني، هو في كام واحده بس اللي خرجت جبنه. هنبقى مجهزين معانا كوبايه كريمه، نص كوبايه ميه دافيه متدوب فيها مرق الدجاج. هننزل بكوبايه الكريمه وننزل بمرقه الدجاج وندخلها على الفرن. او هقول لكم على حاجه حلوه برضو جت في دماغي، قلت ايه انفذها دلوقتي. هو ده، هننزل بكام وحده فلفل هاليبينو اللي بيحب الهاليبينو يعني، ده برضه هيدي الفراخ بتاعتنا مزازه وطعم حلو والسنه سبايسي. هندخلها بقى الفرن على الرف اللي في النص لمده 20 25 دقيقه، 30 دقيقه بالكتير قوي ماكسيموم، يعني كده كده هي صدور فراخ مخليه مش هتاخد وقت في السوا. وبعد مرور حوالي نص ساعه الفراخ بتاعتنا جاهزه. انا مش عارف اوريها لكم، الطاسه مولعه اهي، شايفينها باينه عندكم كده. هي جاهزه على الاكل، نقدمها جنب رز بسمتي، رز ابيض، بطاطس مهروسه، زي ما تحبوا تقدموها قدموها، وبالف هنا وشفا.